دكتور طه اتكلمنا على الاوربيتال فلور ريكونستراكشن. هننقل بموضوع اعمق شويه من الليد والحاجات السوبرفيشال، نتكلم على حاجات الاوربت والبون والشرايح. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. ان شاء الله مش هنطول على حضراتكم. هنتكلم على حاله عملنا لها فلور ريكونستراكشن. هنبدا بالفيديو بس هنقول فيه شويه تيبس كده، وبعد كده هنقول البرزنتيشن بحيث نلم الموضوع مختصر بقدر الامكان. عندنا دي حاله فيميل 32 سنه جات لنا بتشتكي من ديبلوبيا وداون جيز، كانت بتقع وهي نازله السلم، وكمان عندها انوفساموس. الحاله ديت تدي هيستوري ان هي خدت بلانت تروما. فطب يا ستي ايه المود اوف تروما؟ قالت ان هي اتخبطت في الدولاب. فطبعا ده مش كلام منطقي، سالناها شويه وتعمقنا معاها فاعترفت باسم الدولاب. فخلاص الهيستوري كده ماشي مع الحاله. زي ما هنشوف الاكزامينيشن بتاعها هنلاقي فيه ليميتيشن في الاب جيز في الليفت اي، وفي انوفسالموس اكتر من 2 مللي في الليفت اي. دايما لما نلاقي انوفسالموس انيشيالي بريزنتد بنتوقع ان الفلور فراكشر كبير اكتر من 50%. هنا هنلاحظ فيه هايبوجلوبس، العين الشمال نازله عن العين اليمين، وفيها كمان انوفسالموس، وفي ليميتيشن في الاب جيز. وبالتالي قررنا ان احنا نعمل لها سي تي هو الجولد ستاندرد في حالات التروما. هنا زي ما احنا شايفين ده سي تي اوربت، اهم سيكشن بيبقى عندنا الكورونال سيكشن، بيدينا معلومات كتيره لزمايلنا. اول ما تمسكوا سي تي ولا ام ار اي هنلاقي البون ديمونستريتد كويس والسوفت تيشو مش معالمها مش واضحه، يبقى ده سي تي. تاني حاجه ده انهي سيكشن؟ ده كورونال. بكل بساطه حرف السي عشان ما تتنساش. هنلاقي هنا لارج اوربيتال فلور فراكشر، وفي ديبريست بون فراجمنت، وفي انترابمنت للانفيور ريكتس والسوفت تيشو في الفلور بتاع الاوربت. هيجي لنا هنا باين واضح اكتر الفراكشر واخد اكتر من 50% من الفلور، والريبورت بتاع الراديولوجي اكد الكلام ده. هنشتغل ترانس كونجكتيفال ابروتش. هنفتح طبعا بعد ما نحقن سب كونجكتيفال زيلوكين ادرينالين عشان الهيموستاسيس. هنفتح ترانس كونجكتيفال وهنوسع كمان لاترال كانسوتومي كانسولايسيس عشان نعمل سوينجنج ايليد تكنيك، يبقى معانا مساحه واسعه واحنا شغالين، وهنوصل الاثنين ببعض. بعد كده هنعمل سب اوربيكولاريس ديسكشن. نحاول ان احنا نخلينا دايما بري سيبتال بلين، وما نحاولش نفتح السبتم عشان لو الفات طلع هيبقى الموضوع مش اظرف حاجه واحنا شغالين، وهيبقى الموضوع صعب لحد ما نوصل لحد الانفيور اوربيتال ريم. نفتح البريوستيوم عليها ونبتدي نرفع البريوستيوم عشان ده المكان اللي هنثبت فيه البليت اللي هنركبها، ونبتدي نرفع البري اوربيتال اللي هي البريوستيوم في الانر وول بتاع الاوربت بالماليابل ريتراكتور. الحقيقه الموضوع ما كانش سهل في الحاله دي لانها اولد فراكشر بقالها اكتر من شهرين، وبالتالي الموضوع كان فيه ادهيجن كتير. تراي ان احنا نبقى بلانت از ماتش از وي كان، وبالجوز بيكون فيه هيموستيز افكت، ونحاول نريتريف اول اوربيتال كونتنت من الساينس. برضو الموضوع ده ما كانش سهل خالص نتيجه الفايبروز اللي حصل نتيجه اللونج ستاندنج فراكشر. نتاكد ان احنا شلنا كل الكونتنت. دايما واحنا شغالين في حالات الاوربت اولويز تشيك ذا بيوبل، لان ممكن وانت شغال انت نفسك تعمل كومبريشن على الاوبتيك نيرف، فدايما تتاكد ان ما فيش دايليت فيكس بيوبل. مهم جدا تعمل ديسكشن حوالين الانفرا اوربيتال باندل، لان لما نيجي نركب الاوربيتال مش لازم نبقى سلكنا كويس حوالين الانفرا اوربيتال باندل، ونتاكد ان احنا وصلنا لكل الباوندريز بتاعه الفراكشر عشان نحط الشريحه كويس. ده جزء من البون فراجمنت اللي طلعناه، وهنا باين الانفرا اوربيتال باندل كلير.
هنبتدي بعد كده نركب الاوربيتال مش من التيتانيوم مش ونتاكد ان هي cover all the boundaries of the fracture. مهم جدا ان احنا نعرف التوبوجرافي بتاع الفلور وان احنا نعمل كونتورنج للاوربيتال مش بحيث ان احنا ما تبقاش elevated، لا تبقى واخده نفس الكونتور as much as we can، تبقى بسهوله مش موضوع سهل. وبعد ما نحطها في مكانها المفروض يعني ان احنا يبقى عندنا سينثيتك سكال نعمل عليها كونتورنج، لكن طبعا دي مش متوفره فاحنا بنعملها بايدينا في الاول وبعدين على لما نحطها على عين العيان بنعمل دريلينج وبنعمل فيكسيشن للسكرو ونتاكد ان احنا عملنا لها فيكسيشن كويس. بعد كده لازم نتاكد بعد ما عملنا لها فيكسيشن ان مفيش اي اوربيتال كونتنت بلو البليت قبل ما نقفل. وبعد كده بنقفل الكونج عادي ونقفل اللاترال كانسوتومي اللي احنا عملناه. ومهم قوي في اخر الحاله ان احنا نتاكد ان الفورس اندكشن تيست نيجاتيف ومفيش اي ريستريكشن باقي معانا. ده في اخر الحاله. الحاله هتظهر ده كده بعد 1 ويك، ده بعد 3 ويكس بوست اوبراتيف. انوفسالموس تحسن والدبلوبيا او داون جيز اتحسنت كتير عند العينه. ستيل في سام ليميتيشن في الاب جيز طبعا نتيجه اللونج ستاندنج فايبروزز اللي موجود، لكن الاكسبتد والعيانه ساتيسفايد. طبعا في ستيل انوفسالموس ده ممكن نتعامل معاه ليتر اون بعد ما نصبر عليه ان احنا ممكن حتى نعمل فات ترانسبلانتيشن.